ده يا جماعه نص كيلو مفروم في المصفى، ده بصل على فلفل رومي او فلفل احمر لو عندك، ضربته حطاهم كده في المصفى عليهم شويه ملح صغيرين. ده نص كيلو لحمه مفرومه ضربته، وهبتدي اصفي بقى، مش هرمي الميه ولا هرمي التفل، حط التفل هنا على اللحمه المفرومه. هنزل بقى ببيضتين، باربع معالق بقسماط مطحون، فلفل اسود، شويه توم باودر، بهارات فراخ او لحم، شويه بابريكا مدخنه وشويه ملح صغيرين، وقعدت اضرب كله مع بعض. عايزاه يلف، عايزاه يبقى ناعم جدا. جبت بقى شويه بسله على جزر كده، ونزلت عليهم بشويه سمنه صغيرين، شويه ملح وشويه فلفل اسود، بهارات فراخ او لحمه. هنزل بقى بمعلقه صلصه وبشويه ميه صغيرين. عايزه الخضار بتاعي يستوي نص سوا، استوى نص سوا بقى جميل ونشف، لازم ينشف من الصوص. جبت بصلايه على طماطمايه على فلفلايه، حطيت عليها ملح فلفل اسود شويه بهارات ودعكتهم. ميه البصل وميه الفلفل حطيت عليها ملح فلفل اسود شويه بهارات، وجبت منديل بتاع الطرب وحطيته فيه برده ياخد من الطعم. حطيت منديل وجبت اللحمه اهي، هبتدي افردها كده، وهاجي بقى في النص كده انزل بالخضار بتاعي، ونزلت بقى عليها كمان بجبنه موتزاريلا. احط بقى حته تانية على الوش، وابتدي اقفلي كده بالراحه. بعد كده بقى هجيب المنديل الفه بقى على الجناب كده حوالين العرق. دي ميه البصل حطيت عليها صويا صوص وهوت صوص بقى، نزلت على الوش. شغلت الفرن، حطيتها على درجه حراره 200، الرف اللي في النص سيبيها ساعه كامله. بصي بقى، اظن المنظر بيتكلم عن نفسه، يعني انا مش هقعد اوصف واشكر كتير في الحاجه. حطي لي تعليق حلو زي قلبك لو الوصفه عجبتك، وشير عشان الناس تستفاد في الجروبات. والسلام ختام.